الساعة دلوقتي داخلة على 1 بعد نص الليل. البيت خالي، مراتي عند أمها، وأنا قاعد لوحدي وبفكر في حياتي اللي عشتها. حياة ايه دي؟ أنا عمري ما عشت، مفيش في حياتي يوم واحد أقدر أقول إنه كان بإرادتي. أنا مش بعيش، أنا كأني طوبة بتتدحرج من على تل. الصبح بروح الوظيفة، وبعدين بيدحرجني الجواز للبيت، وبيدفعني الملل للقعاد على القهوة، وبيوديني الجوع لترابيزة الأكل، ولما بتضايق بروح للتدخين. وبعد كل ده التعب بيرميني على فرشتي. خمسة 25 سنة مرت من عمري كأنها ولا حاجة. كل اللي حصل إني كبرت ووزني زاد بس. وسنة بعد سنة زادت عليا أوامر جديدة وواجبات وكلمات غريبة. الواجب، الأصول، تقاليد العيلة، مركز أبوك ما يسمحش، سنك ما يلقش عليه كده، كرامتك، الناس هتقول عنك ايه، المجتمع هيقول علينا ايه، فين هيبتك، حتى الجاكيتة اللي انا لابسها مسكينة زي بدون شخصية، مرات تطول ومرات تقصر حسب الموضة، لا هي بإرادتي أنا ولا بإرادة الترزي. أنا ما بلبسهاش، أنا عمري ما لبست حاجة، الدنيا هي اللي بتلبسني. أنا سنة بعد سنة بصغر تحت الردم، تحت الركام. أديني وحدي بتمشى في شقتي ال5 أوض، ما بحبهاش. الأوض دي ضيقة وسقفها واطي، أنا طول عمري بحب الأوض الواسعة اللي سقفها عالي، وكمان الأوض دي بتضربها الشمس من كل ناحية، وأنا بحب الأوض الضلمة. البيت كله كأنه مش بيتي، عشان أبويا هو اللي اختاره، هو اللي اختار المكان، وهو اللي اختار الأرض، وهو اللي فصله حسب ذوقه. حتى الصورة الكبيرة، النسخة المنقولة عن صورة الجيوكاندا، بابا جابها لي هدية في يوم جوازي، وأصر إنه يعلقها في الصالون. في الأول حسيت إنها صورة سخيفة ودمها تقيل، بس ما اتكلمتش لأني شفت إني لازم أكون مؤدب. الصورة دي تحفة. فعلا فعلا يا بابا، يا سلام، دي تحفة بالفعل. دي بتبتسم كمان. شايف ايديها؟ ايديها بتبتسم. انت عارف لما دافنشي رسم الجيوكاندا كان بيجيب لها كل يوم فرقة تعزف عشان تنبسط وتبتسم. انت سامع؟ سامع المزيكا؟ فعلا يا بابا، ايديها بتبتسم. وكان كل ما يجي عندنا الزوار احكي لهم المقطع اللي حكاهولي بابا، لكني من جوه كنت متغاظ من الصورة دي اللي في أوضة صالوني،
واللي ما قلتش رأيي فيها أبدا، واللي كنت بمدحها قدام الزوار. بابا كان عنده الروماتيزم، عشان كده أول حاجة فكر فيها لما عمل لي البيت إنه يخلي الشمس داخلة من كل ناحية. الشمس يا ابني، الشمس. دي شمسنا مفيش زيها مثيل في الدنيا. دي أحسن دواء للروماتيزم. افتح الشباك، افتح الشباك عندك. أنا قلت 1000 مرة افتح كل الشبابيك. ما كانش عندي الشجاعة إني أقول له يا بابا مش عشان أنت عيان بالروماتيزم معنى ده إن إحنا نكون عيانين برضو. أما بقى لو سألتني أنت بتحب مراتك أمينة ولا لأ، مش هلاقي الجواب، عشان أنا مش بحبها ومش بكرهها. أنا أصلا ما اخترتهاش. هي زي صورة الجيوكاندا اللي أبويا حطها في بيتي وقال إنها حلوة وتحفة، فرددت وراه زي العيل حلوة وتحفة، وحضنتها زي ما احتضنت كل كلمة قالها بابا. وبقدر الراحة اللي أنا عايش فيها معاها، بس أنا عمري ما حسيت إن ده حب، إنما هو حب أبويا وذوقه واختياره. كل شيء حواليا غريب عليا، ملابسي، أفعالي، حتى كلامي، كلها غريبة عليا. في البداية ما كنتش بعرف أدرك مشاعري، كنت عايش في لا مبالاة وبلادة واستسلام، لحد ما جه يوم اللي مات فيه أبويا. وقفت ولقيت نفسي وحدي، بدون أي سند، بدون أي مبرر إن أفعل حاجة مش بإرادتي. طب هي إرادتي فين؟ أبويا ساب لي ميراث أكتر من 100 فدان، غير العقارات والأملاك وسندات البنوك، ودي ثروة كبيرة. وكان معنى الثروة دي إني لازم أروح مشاوير كتيرة كل يوم، للبنك وللبلد للبورصة، وفي كل مشوار أقابل ناس معرفهمش وبتناقش معاهم على أوراق وامضي على عقود، وابدأ صفقات وانهي صفقات، واعود من البنك وانا تعبان وخايف ان اكون نسيت حاجة او اني اخطأت او تورطت في اجراء غير قانوني. وبعد ما اتعلمت كل ده واستريحت، زالت عني المخاوف. لكن ابتدت افكار جديدة تدور في دماغي، افكار ملهاش علاقة لا بالارض ولا بالبنك ولا بالمرحوم والدي، افكار ليها علاقة بي انا. من كام يوم مراتي جابت لي الشاي وانا قاعد في اوضه المكتب. الشاي يا حلمي. ما بحبش الشاي. بتقولي؟ مراتي استغربت، لانها مش متعوده ان اقول لها انا بحب وانا ما بحبش. اتعودت ان اكل كل اللي تديهولي واشرب كل اللي تديهولي. لكني قلت لها اني ما بحبش الشاي. قلت لها وانا كمان اندهشت لاني والاول مره اقول اللي في نفسي من غير ما اعمل حساب لحد. واكتشفت في اليوم ده اني مش برفض الشاي لوحده، لكني برفض اشياء كتيره معاه. ارفض بيتي وحياتي، واتمنى اصرخ واقول لمراتي انا ما بحبكيش، واقول عن حياتي انت سخيفه، وانزل صورة الجيوكاندا وارمي بيها في الشارع. بس ما جاتليش الجرأة ان اقول كل ده، واكتفيت ان ارفض الشاي في عصبية واولع سيجار. وعدت حياتي قدامي زي شريط السينما، حياة سخيفة ما فيهاش ملامح، ما فيهاش غيري انا. وحسيت ان طفل عايز يحطم كل شيء ويجري بره البيت ويضحك ويبكي. حسيت اني عايز اطير لفوق في السما. وجات ايامي اللي راحت تعاتبني، وايامي اللي جايه بتطالب بحقها في انها تعيش من جديد. وبعدين رجع فيا الخوف من تاني، لكني حسيت اني اتغيرت وعرفت يعني ايه لذة التمرد. حسيت ان حياتي القديمة زي البلط بيقع من على كتفي شوية شوية. الاحساس ده اسعدني كتير، وعملت له احتفال جوه قلبي